هو الروتين سهل وبسيط جدا، وممكن اصلا الحاجات اللي انا هقولك عليها في الفيديو ده ممكن اصلا تكون موجودة عندك في البيت. مش محتاجين بقى اي افتكاسات واي خلطات وحركات. الموضوع مش مستاهل اصلا الرغي ده كله. الحاجة هتجيبيها وهو الهالورونيك سيرم موجود عندي اللي هو بتاع كيارا، حلو جدا جدا وخطير. هنجيب الهالورونيك اسيد، تمام، وهتحطيه على شفايفك قبل ما تنامي. تحطي السيرم على شفايفك وهتدهنيها كويس كده، واعملها كده مساج لمده مثلا دقيقه. بعد ما خلصنا كده وقعدنا نعمل بقى حركات دائريه كده على الشفايف لحد ما تحسي ان شفايفك امتصت السيرم على قد ما تقدر، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب المرطب بتاع الشفايف اللي عندنا. انا بحب المرطب ده من بيلو، خطير جدا. بعدين يا ست الكل هنجيب المرطب بتاعنا وهنحطه على شفايفنا كلها بعد ما خلصنا خطوه السيرم. ورطبي على قد ما تقدري شفايفك، استمري على الخطوتين دول وهتشوفي نتيجه في وقت قصير جدا. اصلا الترطيب المستمر لشفايفك هيفتحها وهيخليها شكلها بلامبي كده وشكلها تحفه. ايوه، الترطيب بيفرق جدا جدا في الشفايف. عن تجربه بجد يا جماعه، اللي بيستمر على ترطيب شفايفه اللي بيشوف تفتيح وشفايفه بجد بتفرق جدا جدا في وقت قصير. بس استمروا على الروتين اللي قلت لكم عليه ده، ويا رب اكون فدتك. وبس كده.